الله أكبر. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أمسكوهم! أغلقوا منافذ الخروج! لن تفلتوا مني هذه المرة! الأطفال والمساجد من أكثر المعارك الدائرة في مساجدنا، ولكن يا ترى ما الحكم الشرعي في صلاة الأطفال في المسجد؟ وما الحكم في الطريقة التي يتعامل بها معهم المصلون؟ يختلف الحكم الشرعي للطفل على حسب درجة وعيه. أولا، الطفل المميز، وهو الطفل الناضج النابه الذي يعقل معنى الصلاة ويدرك حرمة المسجد وآدابه. وقيل إنه ابن 7 سنين، والصحيح أنه لا يحدد بسن معينة، فالنضج يتفاوت من طفل لآخر. وهذا لا خلاف في صحة صلاته وجواز دخوله المسجد والاصطفاف مع المصلين، بل ولا يجوز إبعاده ولا تأخيره عن الصف ولو كان في الصف الأول، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أحدا من مكانه ليجلس فيه، فمن سبق إلى مكان فهو أحق الناس به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فمراده حث البالغين والعقلاء على التقدم، لا تأخير الصغار عن أماكنهم. ويستثنى منه المكان الذي خلف الإمام مباشرة، فللإمام أن يوقف فيه أهل العلم والحفظ ليستخلفهم في الصلاة إن حدث حادث، أو ليصححوا له القراءة إن أخطأ. كما يجوز للصبي أن يؤم الناس في الصلاة إن كان حافظا للقرآن حتى وإن لم يبلغ الحلم، فقد ورد أن عمرو بن سلمة أم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله تعالى. ثانيا، الطفل غير المميز، وهو لا يخلو من حالين: طفل غير مميز لا يعقل معنى الصلاة ولا يدرك حرمة المسجد، ولكنه هادئ ومطيع، إذا قيل له كف انتهى، وإذا وضع في مكان فإنه لا يتحرك منه إلا قليلا. وهذا أيضا يجوز إدخاله المسجد، فقد كان الصبية يشهدون الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يصلي بالناس إماما، والحسن والحسين يلعبان حوله، ولكنه لا يقام في الصف بين المصلين، لأنه لا تصح صلاته، فلا تصح مصافته، والأولى أن يقف في أطراف الصفوف أو يوضع أمام أبيه في الصف. وإن حدث ووقف في الصف جهلا فإنه لا يكون قاطعا للصف لصغر حجمه. ويقاس عليه الطفل الرضيع قليل البكاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الطفل في الصلاة خففها وتجوز فيها رحمة بأمه، ولم يرد عنه أن نهاها عن حضور الصلاة أو أمرها بالخروج، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو يحمل حفيدته أمامة بنت أبي العاص ابنة بنته زينب على عاتقه، فكان إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها، فيجوز للمصلي أن يحمل طفله في الصلاة إذا ما تأكد من طهارة ثيابه. وأخيرا، الطفل غير المميز الخارج عن السيطرة، وهو الطفل الذي لا يمكن التحكم في تصرفاته، فلا ينتهي إذا قيل له كف، ولا يلتزم بمكان إذا وضع فيه، وهؤلاء هم الذين خصهم الشرع بالمنع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم والبصل عن دخول المسجد منعا لإيذاء المصلين، ونهى عن زخرفة المساجد التي تشغل المصلين عن الخشوع في الصلاة، بل ونهى عن رفع الصوت بالقرآن منعا للتشويش على المصلين. فما بالك بالأطفال الذين ينطلقون في المساجد فيصرخون ويضحكون ويعبثون بأجهزة المسجد ومعدات الصوت، ويصعدون المنابر ويقفزون منها، بل ويتعرضون لبعض المصلين، مما يخرجهم تماما عن الخشوع في الصلاة. فهؤلاء وجب على أولياء أمورهم منعهم من الحضور حتى يعقلوا ويتعلموا آداب المسجد. ويقاس عليه أيضا الطفل الرضيع كثير البكاء والصراخ، فإنه لا يجوز إحضاره إلى المسجد إلا للضرورة القصوى.
وفي الختام فإن تربية الأطفال في المساجد من مقاصد الشريعة حتى يعتادوا على الصلاة وسماع القرآن وحضور مجالس العلم كما تربى أبناء الصحابة في مسجد النبوة. أما الاحتجاج بحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو حديث ضعيف جدا لا يحتج به، بل هو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وينبغي على المصلين ألا يحتدوا على الأطفال إن أخطأوا، فالطفل ينطلق بفطرته في الأماكن الواسعة المفتوحة كالمساجد، فإن أخطأ يوجه النصح لأبيه بالرفق واللين، فكم تسببت الغلظة في تنفير الأطفال من المساجد وهجرها بالكلية، فنشأ جيل تربى بعيدا عن المسجد بين أصدقاء السوء. وعلى القائمين على أمر المساجد محاولة توفير الجو المناسب للأطفال قدر المستطاع لتحبيبهم في بيوت الله، كما يفعل في بعض بلدان المسلمين. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي بلغنا شفاعة